بتقولي أنا عن نفسي بعمل كده. تعرفي ده أنا أول ما جوزي سافر جريت رحت وصيت عليه واشتريته وما بقتش محتاجة لجوزي أبدا. قلت لها طيب واستخدمه إزاي؟ قالت لي يعني إيه تستخدمي إزاي؟ أنت مش فاهمة ولا إيه؟ قلت لها لا. قالت لي يعني شوفي كنت تعملي إيه مع جوزك؟ هو نفس الفكرة بالظبط، بس الفرق إنه أنت اللي بتتحكمي، يعني في التحركات أنت اللي بتبقي عارفة تعملي إيه وما تعمليش إيه. وبعدين بصراحة بتجيبي اللي أنت نفسك فيه، كل حاجة، حجم زي ما أنت عايزة وطول زي ما أنت عايزة. يعني أنا بقى ما أقولكيش جبت أكبر حجم هناك، أصل أنا الموضوع معايا وصل لبعيد خالص. قلت لها يعني أنت خلاص اتعودتي على كده؟ قالت لي ولا بعرف أنام غير لما أعمل كده. قلت لها طيب اطلبي لي من نفس المكان اللي جبتي منه. وقالت لي حاضر بس كده من عيوني الاتنين هعمل كده ربس. بقول لك ايه، انت بقى اللي مسؤولة، انا ماليش دعوة. قلت لها تقصدي ايه؟ قالت لي يعني اوعي صوتك اخر الليل يجيب اخر الدنيا وطي صوتك كده. قلت لها يو هوطي صوتي ليه وانا حد معايا؟ قالت لي مش بقول لك كان هو تمام، افهمي يا بنت. وضحكنا وهزرنا، وبعدين قمت انا طلعت على شقتي واستنيتها بقى لما تتصل بيا وتقول لي انه هو وصل. وبصراحة ما كنتش مصدقة انه انا ممكن يعني الموضوع يعجبني للدرجة دي، لدرجة انه انا كل ده يحصل لي بسببه. مفيش يومين ولقيتها بتتصل بيا وتقول لي خلاص هو وصل. قلت لها انت بتتكلمي جد؟ قالت لي ايوه يلا انزلي خدي الحاجة بتاعتك. نزلت لقيت علبة اخدتها. قلت لها انا هطلع. قالت لي مش هتفتحي وتشوفي. قلت لها فوق مع نفسي، يلا باي. وثبتها وطلعت على بيتي وفتحت العلبة وانبهرت باللي شفته، ما كنتش مصدقة عيوني. ايه كل ده؟ هي طلبت لي على مزاجها، بس أنا ما كنتش فاهمة إنه الموضوع حقيقي قوي كده. ده ما يختلفش عن الحقيقي أبدا. كل حاجة بمعنى كلمة كل حاجة. لا كمان ده بينزل مش عارفة أقول لكم بس إيه. المهم إنه أنا كنت فرحانة قوي بالموضوع، وقلت لنفسي يا بنتي اقعدي وجربي. وفعلا دخلت أخدت شاور عشان كده أهدي أعصابي شوي وأعرف أنا هعمل إيه ويكون البال رايق ومزاجي صافي. وفعلا طلعت بعد ما أخدت الشاور السخن وقعدت كده مع نفسي، وبعدين فتحت العلبة وابتديت أحضر كل حاجة. ولما جربت انبهرت من أول مرة كده، روحي راحت وحسيت إنه أنا في دنيا غير الدنيا. وكنت في عز ما أنا موجودة وبعمل كده. تليفوني رن، جوزي اللي مسافر برا مصر وبيشتغل هناك، لقيته بيكلمني. وطبعا أنا لو ما ردتش عليه هيفضل يزن، يا إما هيتصل بأهلي حد يجي يشوفني. أصل هو بصراحة بيحبني قوي وبيغير عليا خالص، علشان كده لو ما ردتش عليه من أول مرة بيقلب الدنيا كده عليا. فقلت أما أرد عليه وبعدين أكمل. وفعلا رديت عليه، لكن كنت مش قادرة أتكلم، بنهج بقى ومش عارفة أقوله إيه. لقيته بيقول لي بلهفة مال صوتك يا حبيبتي، انت زي ما يكون كنت بتجري. قلت له أبدا يا حبيبي، أصل يعني منظف البيت ويعني كنت بشيل حاجات من مكانها وكده. قال لي لا يا حبيبتي، شوفي أي حد يساعدك وما تعمليش حاجة بنفسك، انت عارفة أنا بخاف عليكي قد إيه. قلت له ماشي يا حبيبي، إيه وحشتني قوي، هتنزل إمتى بس؟ قولي خلاص هانت آخر السنة دي هتلاقيني نازلك. قلت له لسه آخر السنة دي، إحنا في أولها. قال لي معلش يا حبيبتي استحملي. قلت له أكتر من كده. على العموم يا حبيبي، أنا عارفة أنه أنت بتعمل كل ده علشاني وأنا مش زعلانة أبدا، وكمان أنا بحبك، وطول ما أنت بتعمل الحاجة اللي تبسطك وتريحك أنا عمري أبدا ما أبقى زعلانة منك. وقفلت مع جوزي وكان مبسوط قوي، وأنا كمان كنت مبسوطة. بصراحة عمري في حياتي ما كنت أتخيل إنه أنا أعمل كده، لكن بصراحة كان لازم أقول لجوزي الكلام ده. أصل أنا لو ما قلتلوش الكلام ده ممكن يشك إنه في حاجة غلط، ما أنا كل مرة بقوله نفس الكلام. وابتديت بقى بصراحة إنه أنا أروح أكمل اللي كنت بعمله. وفعلا رحت وابتديت أعمل الموضوع ده ثاني، وبقيت كل يوم بصراحة لو ورايا مشوار ولا حاجة
أروح أعمل المشوار ده بسرعة وبعدين أرجع ثاني عشان أكمل. أصل انتوا مش فاهمين الموضوع ده بالنسبة لي بقى زي المياه والهواء كده، ما أقدرش أعيش من غيره. ده حتى صاحبتي وجارتي في نفس البناية ما بقتش أنزلها أبدا، وفين لما أكلمها. وفي مرة من المرات لقيت باب البيت بيرن، رحت عشان أفتح، لقيتها جارتي، ولقيتها بتقولي إيه جرى؟ إيه هو من لقى أحبابه نسي أصحابه ولا إيه؟ قلت لها أبدا يا حبيبتي، ادخلي. قالت لي ادخل إيه؟ بس كده برضو بقالك قد إيه ما بتساليش عني؟ قلت لها معلش صدقيني مشاغل مش أكتر. قالت لي ماشي، طمنيني عملتي إيه؟ قلت لها عملت إيه في إيه؟ قالت لي يا ولية في الحاجة اللي أنا جبتها لك. قلت لها بصراحة. قالت لي أيوة أنتي بحب الصراحة. قلت لها من ساعة ما جربت وأنا خلاص ما بقتش عايزة حاجة غير كده، ما بقتش أبدا أحب غير الموضوع ده. تصدقي إنه أنا أي نعم بكلم جوزي، وكل ما أكلمه أقوله انزل بقى الأجازة بتاعتك عشان تقضيها معايا، لكن من جوايا ببقى مش عايزاه ينزل. أصلي خلاص اتعودت على الموضوع ده وما بقتش عايزة أغيره. قالت لي ازاي؟ الراجل راجل برضو، لسي أنا يعني. لكن أنا لما جبتلك الحاجة دي قلت يعني تبقى موجودة معاكي لحد ما هو ينزل، لكن صدقيني مفيش أحسن من جوزك. قلت لها بس أنا بعمل كل اللي أنا عايزاه وبوصل لأعلى درجات الانبساط، انتي مش متخيلة. لقيتها بتقولي طب بقولك ايه، ما تيجي نحنا الاتنين عندي تحت ونجرب الموضوع ده، نحنا الاتنين كده ونحنا مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. قلت لها تفتكري؟ قالت لي وما افتكرش ليه، تعالي بس تعالي وساعتها هنعرف بقى إذا كنا كده هنرتاح أكتر ولا لا، وقدينا بنجرب. وبعدين نحنا مفيش بينا كسوف، ده إحنا أكتر من الأصحاب يا حبيبتي، ده نحنا بقالنا 10 سنين بنعرف بعض. بصراحة اقتنعت بفكرتها وفعلا نزلت، واليوم ده قضيناه نحنا الاتنين ومعانا الحاجات دي كلها. بصراحة هي كانت جايبة كذا نوع في الأسمر والأبيض وحاجات كتيرة، وأنا بقى ما كنتش مصدقة نفسي. قلت لها إيه كل ده؟ قالت لي أعمل إيه؟ أصل أنا بقى جوزي مش بيفكر ينزل خالص دلوقتي، يعني صار له 5-6 سنين. ما أنا أعمل كده يا إما هغلط أكيد. قلت لها لأ خليكي في كده أحسن، وفضلنا نحنا الاتنين كده. بصراحة اللي حصل ما بينا ما أقدرش أقولكم قد إيه هو ممتع ويخلي الست مبسوطة. من اليوم ده ما بقتش عايزة حاجة ثانية، وفضلنا على الحال ده لحد ما لقيت جوزي بيكلمني ويقولي إنه هو نازل، وإنه هو كمان بيفكر إنه هو يعني يستقر هنا. ومن ساعة ما قالي كده وأنا هتجنن، علشان كده جيت لكم تلحقوني وتقولولي على حل اعمل ايه وتصرف ازاي، ولا الحاجة اللي عندي دي الواحد قلقان برضو ولا يشوفها ولا حاجة. وأنا بصراحة تعبت من التفكير وقلت مفيش غيركم انتوا اللي هتفيدوني وتقولولي اعمل ايه وتصرف ازاي، وأنا هستنى كل التعليقات بتاعتكم وأقراها كويس.